مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. الحقيقة النهاردة انا بفتح التلاجة لقيت عندي حبة فراخ من العيد يعني. محدش راضي ياكلهم. هما كانوا على مرتين حقيقة، يعني مش مرة واحدة. فانا كنت شايلاهم معايا حتى حتة لحمة اهي. فانا كنت شايلاهم في التلاجة، مش عارفة اعمل فيهم ايه. فقلت بقى ايه، تعالى نعملهم زي الناجتس، زي الفراخ الكفتة كده، كفتة الفراخ. هحطها تحت اي اسم، المهم ان هي ما تترميش. ولما تشيلي حاجه زي كده يعني تكون فاضله ومحدش عاوز ياكلها، ما ترميهاش طبعا، اكيد يعني مش هنرمي حاجه. هنشيلها بحبه شوربه. لازم يبقى فيها حبه شوربه عشان ما ينشفوش. عشان لو نشفوا كده مثلا زي الحته دي كده، مش هيرضوا يتفتفتوا معانا او حتى يتضربوا في الخلاط. فتشيليهم في كيسه او علبه محكمه بحبه شوربه، او في كيسه وتربطيها وتحطيهم في الفريزر لو انت عارفه نفسك هتتاخري عليهم. او تحت لو انت مش هتتاخري عليهم، بس برضك حبه شوربه معاهم، يعني لو في علبه مقفوله او اي حاجه. هنفصصهم وهنخليهم من العظم وهنشيل الجلد اللي فيهم. وهنسلق بطاطس، هنعملها بالبطاطس. ينفع نحط اي ماده نشويه على فكره تربط. انا دلوقتي عايزه اربط الفراخ لان نسيرتها مفروله، المستويه غير النيه طبعا. فانا عايزه اربطها، ينفع ببطاطس مسلوقه وهرسها واخلطهم مع بعض. ينفع بشويه رز بايتين عندك زي كفته الرز بالظبط. ينفع بشويه مكرونه لو مسلوقين كده هو، بس بيض من غير صلصه يعني او حاجه عليهم. ينفع نخلط عليهم. ينفع لو لقمة رغيف فينو يعني كده ونبله في اللبن، ونخلطه عليهم مع بيضة، مع التوابل اللي هنحطها هقول عليها دلوقتي، بس انا هكسب وقت واخلي الفراخ واحط البطاطس تتسلق على النار وارجع لكم تاني. اه يا جماعة، انا فرمت الفراخ. على فكرة الفراخ دي مش بيضة، الفراخ دي متربية في البيت، عشان كده لحمها احمر. آه، يعني سنها كبير، عندها 6 شهور. عشان كده هي لون اللحم بتاعها والنسير بتاعها احمر. ودي بطاطساية ضربتها بعد ما سلقتها، ضربتها في الخلاط. يعني ضربتها في الخلاط عشان انا عايزاها تبقى لزجة كده شوية عشان تمسك، لان الفراخ عندي مفرولة زيادة عن اللزوم، يعني اللي هي كبيرة في السن. ودي معلقة شطة، وديت قرن فلفل اخضر بارد. حضرت بقى البقسماط اللي هنعمل بيه البانيه. ودي بيضة معاها شوية لبن، ودول شوية دقيق. هتبل الدقيق. بس الاول هقول لكم على البهارات. هي البهارات فلفل اسمر، البهارات تقدري تتحكمي فيها على حسب الكميه اللي هتعمليها، وكمان تحطي البهارات اللي بتحبيها. معايا هنا هو توم بودره، وديت معلقه من 7 بهارات. ودوت زعتر، ده كمون، وده ملح، ودي كزبره ناشفه، وديت رشه صغيره قرفه. وديت توابل جاهزه اللي هي بتاعت كفته الفراخ. وهخلطهم كده على بعض. مش هحط طبعا الكميه دي كلها على الفراخ، بس انا هاخد حبه منهم هنا على الدقيق. اتبل الدقيق يعني، وهحط حبه كده على الفراخ. ما ننساش ان الفراخ اصلا متبله قبل كده اهوت، وفيها التوابل بتاعتها يعني. وهبتدي بقى ايه، احط بيضه كمان على الفراخ. عشان كل دوت انا عاوزه اعمل تماسك للفراخ، خليها تتماسك مع بعضها يعني. فهبتدي بقى كده ايه، اعجنها عجنه كويسه. هخلطها كده مع بعض. ممكن الفراخ دي على فكره تتعمل شاورما، يعني مش شرط نعملها كده ناجتس، ممكن نعملها شاورما. ان هنمسك بصلايه نحطها على النار، ما تاخدش لون يعني، ما تصفرش. على اول درجه الاصفرار كده نروحوا رامين فيها الفراخ، ونحط عليها بصل وفلفل الوان. وكمان هنحط عليها طماطمايه لان الفراخ ناشفه، فلما نحط لها طماطمايه هتطري شويه الشاورما. هي شاورمه الفراخ يعني ما بتحطلهاش طماطم، بس لو عملناها بالمستويه دي تتحط لها طماطمايه عشان تطرى النسيره بتاعه الفراخ شويه. ممكن يتعمل بها عيش بلحمه،
بنفس بتاعه الشاورما دي اهيت، ونحط نعمل لها عيش بلحمه. يعني المهم ان احنا ما نرميش حاجه يا جماعه، حرام نرمي حاجه في الوقت اللي احنا فيه ده بصراحه. يعني كل حاجه غاليه وكل حاجه بتتكلف، وبنيجي على اخر الشهر نلاقي الدنيا كلها معذوره. اهو يا جماعه انا خلطتها حلو، بس هحط لها كمان رشه بيكنج باودر علشان ما تبقاش مكتومه. يعني رشه صغيره مش كتير، نص معلقه كده صغيره، برضو على حسب الكميه اللي بتعمليها. هي مسكت وصمغت في بعضها اهي. يعني ان شاء الله مش هتفك في الزيت ولا حاجه. اقلبها حلو. هشوف بقى دلوقتي اقطعها دواير. يعني لو عندك بتاعه البرجر دي ممكن تعمليها في بتاعه البرجر، وتعمليها بعد كده بانيه، تدهنيها زيت بس الاول. هو المفروض ايدينا تدهن زيت خلاص كده. انا او لا مش زيت، انا اسفه، ميه، عشان الزيت هيعمل طبقه عازله ومش هيخلي طبقه البانيه تلزق فيها. هي كده طبقه البانيه هتلزق فيها بسهوله. فانا هجيب حبه ميه واجي اقطع معاكم الفراخ. اهو يا جماعه انا ببل ايدي ميه، ميه مش زيت يا جماعه، عشان الزيت يعمل طبقه عازله زي ما قلت. اهو هعملها بقى باي شكل انا عاوزاه. هي عامله زي عجينه الدقيق، مطوعاني يعني، واي شكل هيجي معايا فيها، اكبرها اصغرها اي حاجه. اهو حتى لو انا عايزه اعملها صوابع كفته برضك هتتعمل معايا. اهو اشكلها كده. الميه بتديها ملمس ناعم، بتخليها كلها كده تقفل على بعضها. بعد كده احطها في الدقيق كده. بعد كده احطها في البيض. البيض ده انا حطيت له سنه فلفل اسمر. وبعد كده هطلعها هي بقى كده، واروح احطها في البانيه على في البقسماط الناشف. صدقوني ده دول هيعملوا كميه كبيره. انا باخد حته كده قد عجينه الفلافل الصغيره، وبتديني المنظر ده كده. ما نخليهاش تخينه قوي برضك، هي ايوه مستويه بس عشان آه، يبقى ليها طعم يعني بتاعت القرمشه. كده احطها هنا كده، اخلص كل الكميه وارجع لكم بقى نقلوهم ان شاء الله. اهو يا جماعه، مين يقول بالذمه بقى ان الجمال ده كله من ورك وصدر فرخه بايتين. يا رب كده تجربوها ويعجبكم كميه كبيره. يعني لو مش هتحتاجي كتير فرزيني منها. ينفع تتشال كده كده اهوت في الطبق، حتى لو زي ده كده، بس نتلج الاول. يعني نتلجهم بعد كده نفرزنهم، ونحط عليهم كيس مطبخ، كيس نقطعه ونفرده ونحط عليه طبقات تاني ونفرزنهم، او الاطباق الفل. هي كده هتروح على النار دلوقتي. عايزه اقول لكم ان ما نكترش الكورن فليكس، علشان ما يبص ان في بيض ني. انا بص استعملت بيضه واحده مع حبه اللبن. الصراحه جيت احتجت في الاخر بس ما رضيتش اكسر بيضه. حطيت معلقتين لبن. ودلوقتي هنروح على البوتاجاز عشان نحمر ونشوف النتيجه بقى ان شاء الله. اهو يا جماعه انا كده بقليها على النار. انا مش موطيه النار عليها لان انا عارفه ان الفراخ مستويه. طبعا لو الفراخ نيه وعاملين بيها الوصفه دي لازم نوطي النار عشان الفراخ تلحق تستوي من جوه. لكن انتوا عارفين ان الفراخ دي مستويه اهي، لا فكت في الزيت ولا حاجه. اهي جميله، مقرمشه وجميله اهي. عايزه اقول لك لما تيجي تعمليها قرصه وهي لسه عجينه معانا، خلي القرصه صغيره، لاننا لما بنحطها في الكورن فليكس بنضغط عليها بتكبر كده. يعني انا كنت عاملاها اصغر من كده، بس هي كده شغاله يعني برضه. اهو اول ما تنزل النار على طول بتحمر، ما بتاخدش وقت علشان خاطر هي مستويه اهو.
بجد جميله يا جماعه، جربوها كده في الفراخ البايته. آه والولاد هيفرحوا بيها قوي. ممكن تتقدم مع سلطه، او سلطه طحينه وعيش يعني، وسلطه خضراء. ممكن نعمل معاها مكرونه، هي العيال هتحبها قوي وتفرح بيها قوي، لانها عامله زي البانيه. بس برضو ما نكترش من الحاجات المقليه. الحاجات المقليه مش صحيه قد ما نقدر. هو كده خلاص انا هطلعها. هي خلاص خدت لون. البيض ما بياخدش سوا. على فكره الدقيق اللي اتفضل مننا، لو احنا اتفضل مننا دقيق وعايزين نحتفظ بيه، لازم نحتفظ بيه في الفريزر برضو. يعني ما نقولش ان الفراخ دي مستويه، لا، الفراخ فيها بيض. انا خدت من الاول اللي انا عملته، يعني من الاول للاخر، مش عشان يكون عرق. اما بيعرق كده بيلزق فيه الكورن فليكس، مش بيطلع كده. برضه هننضف الزيت واحنا واقفين كده اهوت من اي حاجه محروقه فيه. ناخدهم كده. هكمل الكميه بقى وارجع لكم تاني. بصوا يا جماعه، معلش كنت عايزه اقول لكم بس ان احنا كده دول استووا. ما ينفعش اجيب واحده نيه واحطها عليهم تاني، على الرغم ان هي مستويه بس فيها بيض. وبالذات لو كانت الفراخ نيه خالص، يمكن البيض مش بياخد سوا. يعني لو حطيناه البيض هيستوي معانا دلوقتي. لكن لو الفراخ نيه خالص، ما ينفعش دول يبقوا استووا خلاص وانا رايحه اطلع او طلعت واحده وفضيت مكان، اروح جايبه واحده من الفراخ النيه بقى واحطها معاهم. ما ينفعش. كده كل الفراخ اللي هي استوت ديت يعني هيبقى فيها ميكروب الفراخ النية او كده يعني. فما تكون مستوية خلاص لازم نطلعهم كلهم ونفضي الطاسة كده، وبعد كده نحط تاني من الاول بقى الكمية اللي احنا عاوزينها. لكن لما تكون استوت خلاص ما نحطش عليها تاني حاجة نية في اي حاجة بتتحمر. فراخ بانيه، كفتة، اي حاجة ما نحطش حاجة نية على حاجة مستوية. ارجوكم يا جماعه لازم نخلي بالنا من طريقه الاكل وطريقه طبخ الاكل بتاعنا، عشان الهايجين دوت، الميكروب دوت ما يتنقلش من الاكل للاكل يعني. ما يبقاش احنا عاملين كل حاجه نظيفه وكل حاجه صح، ونيجي في الاخر بغلطه بسيطه نلاقي نفسنا جبنا ميكروب للاكل بتاعنا، من حاجه نيه لحاجه مستويه. اهو يا حبايبي، مين يقول ان السرفيز الجميل ده او الطبق الجميل دوت من حاجه كانت مركونه في التلاجة كنا هنرميها، او نقوله ان مفيش حد عاوز ياكلها. يا سلام مع طبق مكرونه للولاد، يعني غدوه وعدت او عشوه وعدت. هي اهي وما فكتش مني ولا حاجه. اهو اكسر معاكم واحده اهو. انا قلت لكم ان لحمها احمر قبل كده علشان دي فراخ بيتي بلدي. بألف هنا وشفا للي يجرب. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. كانت معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. يا رب تجربوا، تكتبوا لي كومنت تقولوا لي ايه رأيكم في الطبق كده دوت كده. يعني هو بيتكلم عن نفسه بصراحة. يا رب تجربوا وتقولوا لي ايه رأيكم. وما تنسوش يا جماعة اللايك تاني، معلش لان مفيش لايكات. يعني في مشاهدات ومفيش لايكات، مش عارفة ليه. ربنا يسعد اوقاتكم ويفرح قلوبكم ويملى بيتكم خير وبركة. وسلام بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.